وصل العدد دلوقتي حوالي من 37 ل 38 مليون متظاهر. 37 38. شعب مصر العظيم، بعد حالة القلق والتفكك اللي سادت البلاد، أنا جاي النهاردة علشان أقول لكم أنتوا مش عارفين إنكم نور عينينا ولا إيه؟ هي الرئاسة إيه من غير الشعب؟ أنا روحي فداكم، روحي أنا. لذلك تقرر الآتي: عزل الفريق أول عبد الفتاح السيسي من منصب وزير الدفاع، عزل السيد محمد إبراهيم من منصب وزير الداخلية، والقبض فورا على المدعو حمادة اللي بيقفل سكينة الكهرباء، ويتم العمل بالدستور الحالي دون أي تعديل عليه. في ناس خايفة وبتقول إدارة ديكتاتورية وكلام كده. ما ينفعش تخافوا مننا، احنا ايدينا تتقطع قبل ما تمسكم. العصر اللي جاي هيشهد جميع الحريات، حرية الصحافة والإعلام والفكر. يا جماعة أنا ممكن النهاردة زغرط. إحنا كنا داخلين على أيام سودة، كنا داخلين على عصر أسود. الوزير اللي اتشال ده كان وزير فاشل، كان هيخزوقنا، كان هيطلع عين أبونا. ووزير الداخلية كنت أقول له هنا من المكان ده، كنت أقول له حرام عليك المتظاهرين، كان يقول الواد ده ما يتكلمش، الواد ده لو اتكلم أنا هحبسه. هو كان بيقول كده وهو كان بيعاملنا كده. طب احمي الريس يا فاشل، يا وزير يا فاشل، احمي الريس. ده لولا الريس ده كان زماننا كلنا ضايعين، كان زماننا كلنا ضايعين. الريس مرسي ده والله حاجة بديعة، حتة شوكولاتة. بس للأسف في ناس ما عندهاش أي انتماء للوطن، عاملين اعتصام في التحرير وبيقولوا عايزين نمشي الرئيس. الناس كلها قسمت الدنيا كلها المولعة في التحرير وجاية لدقني عليا الطلاق ما بتطلع. جمال رباني. وبعدين الناس اللي في التحرير دول ممولين من الخارج، اقسم بالله ممولين من الخارج لإنجاح المخطط الصهيوني ماسوني. الصهيوني ايه؟ ماسوني. وانت وليه سيب اللي في ايدك، سيب اللي في ايدك واسمعي بقى لعبد الله. سيب اللي في ايدك واسمعيني. وانت يا ابني اللي ماسك الريموت سيب الريموت واسمعني. ايوه انت اللي ماسك الريموت اسمع اللي بقول لك عليه. الناس اللي في التحرير دول عايزين يعملوا ايه؟ يولعهم في البلد. عليا الطلاق عايزين يولعهم في البلد. بص حضرتك، انا العيال بتوع التحرير دول عاملين لي خرم في دماغي هنا اهو، تمام؟ عملوا لك اشاره جديده بيقول لك تي يعني تحرير رمز الصمود، وهنا الشعب المصري اللي هو احنا، وهم فوق الشعب المصري دهوت، تمام؟ اصل صدقني دي مش من فراغ حضرتك. وبعدين انا قاعد لهم وكله بالمستندات. انا عارفك يا عدوي، هتلاعبني بالحركات هلاعبك. يعني أنا مش فاهم، والله أنا مش فاهم. أبقى ماشي أنا ومراتي في الشارع ولاقي واحد وأنا ماشي بيعمل لي كده، ايه دي؟ هفهمين هي انا دي ان شاء الله. حركه قبيحه ملهاش لازمه ولا هتاثر فينا. اعتقلوا اي حد بيعمل الحركه دي فورا، دول خونه وعاوزين يولعوا في البلد. انا كنت نازل اجيب دوره من قلب ميدان التحرير، راحوا شافوني كده يعني كمني بدقن، راحوا واخديني وقعدوا يضربوا فيا وعذبوني، وراحوا لما مؤاخذه يعني واخديني تحت المنصه، ودخلت لقيت زي يعني ديسكو كبير كده وفي شويه ناس بقى راحوا مشغلين لي عليه مزيكا اللي هي ترانسا، وقعدوا يقولوا لي ارقص عليها شعبي، وخدوا مني 50 جنيه مريم تشارش. ثم ان اعتصامهم في التحرير ده في مشكله كبيره قوي وخطر على الامن القومي، لاننا احنا اكتشفنا
ان بالمجسات الحراريه ان في نشاط حراري غير مألوف ومعتاد، اتنين مع بعض ماشيين تحت المنصه، وفي فرد ارضي كلهم كده تحت المنصه. بيبين لنا بقى ان الناس ديت ممكن تكون بتخزن مدافع مضاده للطيران او كائنات هلاميه بشعر كثيف، وهي مساله وقت وهوبا هيعلنوا الحرب علينا. لا يا ريس، احمينا منهم يا ريس، انت مستني ايه؟ اضرب يا ريس وفض الاعتصام ده. ممكن اطلب منكم طلب؟ تنزلوا يوم الجمعة الجاي علشان تدوني تفويض وامر باني احارب الارهاب المحتمل. مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. اضرب في المليان، دول ناس نيتنا ريحتهم وحشه. طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان اولى بالله منهم. أنا عايز أقول إن إحنا في عملية الفض استشهد 30 ضابط من خير شباب هذا الوطن، على الرغم إن إحنا ما استخدمناش عنف خالص قدام طبعا ولادنا، ووعدناهم بالخروج الآمن وهم ما رضيوش، وفضلوا يطلعوا لسانهم ويرقصوا ويغيظوا الضباط، وإحنا برضو التزمنا بضبط النفس. يعني الجيش والشرطه يعني بيعملونا ولا كاننا يهود؟ يعني ايه ده؟ رصاص حي وخرطوش وقنابل غاز، ايه يا جماعه ده؟ ويحرقوا المستشفى الميداني بالمصابين اللي فيها، وفي الاخر يروحوا شايلينها بالجرافات ويرموها احنا زباله. ايه ده؟ انا معلش بعد اذنك، انا بطالب باعدام مرسي وزير الداخليه وزير الدفاع، انا عايز حق اللي ماتوا يعني. حسنا سيدي، ولكن دعنا نستمع الى تصريب للرئيس المصري محمد مرسي مع احد الصحفيين. انا حلمت في مرة اني لابس بشكير ابيض فاخضر وخارج من الحمام، وفي واحد داخل الحمام، قلت له اتفضل فوطة، قال لي ميرسي، وانا مرسي يعني العالمية. فانا بقى عايز منك حاجة في موضوع الدستور ده، تحصين منصب رئيس الجمهورية 500 سنة لقدام، ده مش عاشق. الناس اللي ماتت في التحرير دول ماتوا ازاي يا اخويا انت وهو؟ احنا طبيعتنا واخدين على شغل الزراير. كل واحد اول ما الحكومه يا دوب ادت انذار يا جماعه اخلوا الميدان بالذوق وبالادب وكمواطنين شرفاء تخلوا الميدان، كله داس على بعض، قال لك الجيش جاي، يالا الجيش جاي يا ابني، الجيش جاي يا اخويا، وكل واحد عمال يدوس على التاني لحد ما ماتوا في طيس. انا عايز اسال سؤال، انتوا ازاي قادرين تصدقوا التخاريف دي كده؟ انتوا ازاي قاعدين لحد دلوقتي في بيوتكم؟ كله ينزل من بيته، كله ينزل يشوف مصر ام الدنيا واللي هتبقى قد الدنيا. مصر رجعت لاصحابها تاني، مصر رجعت لاصحابها تاني، كله ينزل يشوف مصر بقت حلوه قد ايه. ده بص واحد من غير دق. تعالى يا ابني سيبك من ايه يلا ده، يلا ده، يلا فين دقنك يلا ده؟ انت هتتنفخ يلا. هو مين ده اللي ساب فراغ كبير يا فاجر يا داعر؟ اكيد السيسي طبعا. ده انا معاكم يا جماعه. يلا يا ارهابيين يا اولاد الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم يا اولاد. الناس يا اخويا اللي سايبه نسوانها وبناتها تنزل تهتف في الشارع
تهتف وزعلانين ان هم خدهم 11 سنه. تفجيرات وضرب في كل حته، مفيش امان. كفايه طبطبه بقى، بلا حقوق انسان بلا خرا. عليا الطلاق ما ياخدوا اقل من اعدام. ايه يعني لما تقتل 100 1000 مليون؟ تم القبض على اكبر خليه ارهابيه في مصر بقياده مرة ابله فهيمه. يسوسو، ده احنا هنشوف ايام سودة قد الدنيا. مفيش حاجه اسمها 25 يناير، هي 30/6. اللي شفناه في الفيديو ناس كتير ممكن تحس انه خيالي، وعمر ما حد عاقل يصدق اعلام بالمنظر ده، لكن الواقع انه حصل بجد مع اختلاف بعض الاسماء، وناس كتير اختارت انها تصدقه. من الاخر اللي يرفض ده لازم يرفض ده.